السلام عليكم. أهلا بيكم في 5 هندسة. هنتكلم النهاردة على مقصات السلم. زي ما احنا شايفين السلم ده كده، البسطة دي متشالة على كمرتين، كمرتين كابولي. الكمرتين دول متشالين على عمودين. تسليح الكمر ده 8 قطر 16 ملي، 8 في 16، 4 صف أول و4 صف تاني محطوطة على تخانات ونازلة برجل لنهاية العمود زي ما احنا شايفين بالظبط كده. بالنسبة للنقطة دي اللي هي نقطة المقص أو اسمها الجوينت، بيبقى الحديد العلوي للشبكة نازل سفلي في الدرج أو في القلبة، والحديد السفلي في الشبكة للسقف بيبقى طالع علوي في الدرج زي ما احنا شايفين كده بالظبط. طيب النقطة دي يا جماعة اسمها الجوينت، بيحصل فيها تداخل للعزوم ما بين البسطة دي الأفقية والقلبة المايلة، وبالتالي العزم هنا بيبقى كبير. طب ليه أنا بعمل مقص؟ أول حاجة علشان أتفادى الكسر اللي بيحصل نتيجة العزوم الكبيرة من التقاء العزوم اللي موجودة عندي. ده أول حاجة. تاني حاجة عشان أضمن استمرارية الحديد السفلي اللي موجود. زي ما الكود بيقول لنا ما ينفعش ان انا ما يبقاش فيه استمرارية للحديد. بعد ما نخلص السلم زي ما احنا شايفين طريقة صبه، ولازم تبقى الفرمجة بتاعته كويسة. شكرا ليكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك.